أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم لنستكمل سويا رحلتنا الشيقة والممتعة، رحلة عيشيها صح، رحلة وعي. وما زلنا بنتكلم عن الطرق والوسائل للتعامل مع الأشخاص السلبيين ومستنزفي الطاقة المحيطين بنا، سواء على مستوى الأسرة أو مستوى العمل. اسمعيني بتركيز. أوقات بتلاقي حد مجرد ما يظهر يبقى كأنه ضاغط على نفسك، كأن النور اتطفى فجأة والكلام معاهم مجهد، ومجرد ما يمشوا بتحس إن روحك بتتنفس من جديد. المشكلة إن جواكي بتفضلي مولعة مستاءة، بتتفاديهم، بتلعني وجودهم، وبتعاقبي نفسك قبل ما تعاقبيهم. الطاقة اللي بتتصرف على الغضب بتبقى أكبر من الطاقة اللي بياخدوها منك، وده اللي بيتعبك أكتر. وهنا السر الأعمق. لما تتوقفي عن الاستياء وتقطعي سلسلة الغضب اللي بتربطك بيهم، بتبدأي ترجعي لنفسك، ترجعي لقوتك، لاتزانك. ليه؟ لأن رد فعلك هو اللي بيحكم حياتك مش تصرفاتهم. بدل ما قلبك يبقى ساحة حرب، خليه ساحة هدوء، خليه يحافظ على قيمته. اعملي خطوة محدش بيفكر فيها. ادعي لهم. ادعي لهم وانت ساجدة، في اللحظة اللي كلنا بنكون فيها أصدق ما يكون. قولي بصوت قلبك: يا رب اهديهم، يا رب اشفي ضيقهم، يا رب طهر قلوبهم من اللي بيوجعهم وبيدفعهم للأذى. ساعتها بتحصل معجزة صغيرة، تحس إن حمل اتشال من على صدرك، وتلاقي الغضب بينطفئ، وتكتشفي إنهم ما بقوش مؤثرين ولا قادرين يهزوكي ولا يسرقوا طاقتك. انت مش محتاجة تكسبيهم ولا تبرري لهم ولا تتحملي فوق طاقتك، انت بس محتاجة تحافظي على نفسك. لما تبطلي تدي للسلبيين قيمة أكبر من حجمهم وتحولي مشاعر الاستياء لرحمة هادية، بتفوقي وبتلاقي نفسك أقوى وأهدى وأعمق. اسألي نفسك دلوقتي: أنهي نسخة منك هتسمحي لها تكون موجودة قدامهم؟ نسخة غاضبة مهزوزة، ولا نسخة ثابتة راقية ماسكة بزمام روحها؟ الاختيار عندك من اللحظة دي، ومن أول سجدة جاية خليكي فاكرة الدعاء اللي هيغير المشهد كله. كمان وانت بتتعاملي مع الناس لازم تتقبلي ان الناس ساعات هتتصرف معاكي عكس اللي انت عايزاه. يعني مش دايما كل حاجة هتمشي براحتك. الناس بتيجي بعلامها وظروفها ومزاجها، ممكن تتأخر، ممكن تتكلم بطريقة مش عجباكي، ممكن تتصرف من غير ما تقصد تجرحك. ده واقع. لو ما قبلتيش ده، جواكي هتتكون طاقة غضب، مش بس زعل لحظي، دي حالة بتتجمع جواكي يوم ورا يوم. حاجات صغيرة تبقى زي حبات رمل بتتراكم لحد ما يبقى في غضب مستتر جواكي، مش ظاهر دايما لكن حاضر. الطاقة دي بتفضل مكتومة، بتجهزك للانفجار في وش أي حد يقف في طريقك. اللي جوه بيتراكم، بيبقى زي بركان جاهز يطلع، ومفيش حاجة صغيرة قوي تقدر تخليه يطلع. ساعات كلمة بسيطة تكفي وتكون سبب في إنك تنفجري. المشكلة إن الغضب المكتوم ده بيخلق مشاكل وبيجذب ليكي ناس بتستقوى عليكي،
ليه؟ لأن الناس بتحس بالذبذبة اللي جوه. لو في توتر وغضب مكتوم، الناس اللي بتحب الصدام أو اللي نفسها تتسلط هتحس بالفرصة وهتقرب. وكمان انت هتبقي إحساسك حساس لكل حاجة، وهتردي بسرعة، وده هيولد نزاعات أكتر. يعني كل ما عدم التقبل يزيد، كل ما المشاكل بتزيد. المعادلة بسيطة: مقاومة الواقع بتغذي الغضب، والغضب بيولد طاقة بتجذب من نوعها. النتيجة دوامة مشاكل بتكبر. وكل ما الغضب الداخلي يعلى، كل ما يجيلك ناس تستغل ضعفك ده. مش لازم حد يجي ويهينك علنا، ممكن ناس تبص لنقطة ضعفك وتستغلها بصورة صغيرة، يطلعوكي مسؤولة عن حاجات مش بتخصك، يضغطوا عليكي، أو يطعنوا في راحتك. كله بيركب فوق بعض. الفكرة ببساطة: قبول التصرفات المخالفة لرغبتك بيحافظ على هدوئك. يعني لما تسامحي لنفسك وتعرفي إن مش كل حاجة هتمشي زي ما انت عايزة، بتقللي شحنة الغضب اللي بتتكون. وهدوئك بيمنع المشاكل ويوقف أي حد يفكر يضغط عليكي. لما تكوني هادية ومسيطرة على مشاعرك، الناس مش هتلاقي فيكي هدف سهل. هتحس إن في حد مقدر لنفسه ومقدر لنفسه حدود، وده اللي بيخليهم يحترموكي أكتر بدل ما يستغلوكي. خلاصة تاخديها: التقبل مش معناه إنك موافقة على الإساءة. التقبل معناه إنك ما تخليش غضبك يتراكم. لما تقللي تراكم الغضب، هتبقي أقل جاذبية للصدام، وهتحمي سلامك النفسي. وأنا ممكن أديكي جملة قصيرة تقوليها لنفسك وقت اللي بتحسي فيه الغضب بيتجمع، وهتساعدك تهدي. قولي لنفسك: لازم أهدى، واستني 5 ثواني قبل أي رد فعل. من الطرق والوسائل للتعامل مع الأشخاص السلبيين ومستنزفي الطاقة إنك تخلي هدفك سر بينك وبين نفسك، واستعيني بالكتمان في تحقيقه، واستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. يعني ما تتكلميش عنه لأي حد إلا لو في سبب قوي يخليكي تعملي كده. السرية مش بس حيلة، دي طريقة تحمي طاقتك وتركيزك وتخلي خطواتك أقوى. أولاً علشان حلمك يفضل طاقة عمل مش كلام. لما تحكي عن هدفك للناس من أول يوم، الكلام ده بياخد مكان أو محل التنفيذ. كل واحد هيدي رأيه، هيبعت نصايحه، هيحط توقعاته، وبدل ما تكوني مركزة على الخطوات العملية، هتلاقي نفسك بتشرحي وتدافعي عن حلمك. ده بيخلي طاقتك مشتتة وبتضيعي وقتك من غير فايدة. ثانياً، الكتمان ليه؟ علشان تحمي هدفك من حسد وتشويش. مش كل اللي يقولولك تهنئة صادقين، ومش كل رأي ممكن يفيدك. أحياناً مجرد سماع تعليق صغير سلبي أو نصيحة مش مناسبة ممكن توقفك أو تحبطك. لما يكون هدفك سري، مفيش حد يقدر يؤثر عليه، مفيش حسد يتلفه،
ومفيش إزعاج يسرع أو يبطأ الوصول إليه، كأنك بتشتغلي في جو آمن بعيد عن أي تدخل خارجي. الكتمان ليه ثالثا في تحقيق الأهداف علشان تبقي عندك مساحة تعيدي تجربة الفشل. لو الهدف كان معروف والنتيجة ما نجحتش، الإحراج قدام الناس ممكن يخليكي تتراجعي أو تترددي في المحاولة مرة تانية. السرية بتديكي حرية التجربة والخطأ بدون ضوضاء، وكل الفشل بيبقى فرصة تتعلمي وتصححي بدون خوف أو ضغط. الفشل يبقى تجربة خاصة، والعبرة بتتعلمي من غير أي حكم أو تعليق. الخلاصة هنا، السرية مش بس لحماية هدفك، دي لحماية طاقتك النفسية عشان تقدري تشتغلي بالراحة وتتعلمي من التجربة وتنفذي هدفك على طريقتك وبوتيرة مناسبة، بعيد عن أي تأثير خارجي ممكن يوقفك أو يشتتك. أحيانا كتير الأشخاص اللي بنسميهم سلبيين في حياتنا ومش عارفين نتكيف أو نتعامل معاهم، المشكلة مش دايما فيهم، المشكلة فينا احنا. زي ما بقولك كده، وده بسبب إننا ركزنا جوانا بميكروسكوب، عملنا فوكس على عيوب الأشخاص دي فكبرت في واقعنا وبقينا نشوفهم بشكل سلبي أكتر مما هم عليه في الحقيقة. السر الكبير، أي حد حواليكي طبيعي يغلط، حتى أحسن الناس ممكن يعملوا حاجات تضايقك، لكن الفرق بين اللي مبسوطة بعلاقاتها وبين اللي دايما متضايقة هو قدرتك على التركيز على الخير بدل ما تغرقي في التركيز على الأخطاء والعيوب. وده سر الكون، ما تركز عليه تحصل عليه. لو ركزتي على عيوب الشخص هتستفزي وهتثيري الجزء السلبي جواه، وهو هيعاملك بنفس الطريقة اللي توقعتيها منه. مشاعرنا طاقة، والطاقة دي بتأثر فينا وبتجلب لنا من الكون الخارجي اللي بيشبهها في نفس النوع ونفس الصنف وبمقدار القوة. يعني ببساطة اللي انت مركزة عليه في دماغك هو اللي هيتحقق في حياتك وحواليك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وعلشان الكلام يبقى عملي خلينا ندي أمثلة حقيقية، زي مثلا صاحبتك دايما متأخرة على الميعاد. لو ركزتي على التأخير بس وبدأت تزعلي وتستفزي، هي هتحس بالتوتر منك وهتبدأ تتصرف بنفس الطريقة المزعجة. أما لو ركزتي على إنها دايما بتسمعك لما تحكي عن مشاكلك، أو دايما بتقف جنبك وقت الشدة، أو عندها دايما روح مرحة، هتحسي بالراحة وهتخليها تحب تكون نسخة أفضل معاكي. مثال تاني، زميلتك في الشغل عندها أخطاء بسيطة، لو ركزتي على الغلطات وبدأتي تنتقدي باستمرار، هتحصلي أو هتجني إنها دايما هتبقى مقفلة معاكي، أو بتهمل وتغلط أكتر. أما لو ركزتي على شغفها وعلى أفكارها الجديدة واجتهادها، هنا هتتحفز وشغلها هيبقى أفضل والعلاقة بينكم هتبقى أقوى. مثال ثالث، أخوك أو حد من العيلة دايما بينسى حاجات بسيطة، لو ركزتي معاه على النسيان وده أغضبك، هتحصلي على حساسية متبادلة وممكن ينسى أكتر. أما لو ركزتي على اهتمامه بيكي ولطفه معاكي أو إنه بيحاول يساعد في البيت،
هتحسي بالراحة وهتتغير طريقة تعامله معاكي للأفضل. القاعدة الذهبية هنا: كل ما تركزي عليه هتجذبيه. ركزي على السلبيات هتجذبي سلبيات أكتر، ركزي على الإيجابيات هتجذبي الخير والطاقة الإيجابية. في هنا تمرين عملي، وهو إن كل يوم قبل ما تتكلمي أو تتعاملي مع أي حد فكري في 3 أو 4 حاجات إيجابية فيه، وخذي نفس عميق واستحضريهم في دماغك. بعد كده لما تتكلمي معاه خلي كلامك وتصرفاتك يعكس تقديرك للنقاط الإيجابية دي اللي انت ركزتي عليها. النتيجة هنا مزاجك هيكون أحسن، كل شخص حواليكي هيحس بقيمته، والطاقة الإيجابية هتنتشر حواليكي زي نور الشمس. وأهم سر: التغيير بيبدأ منك. الله عز وجل قال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. غيري أفكارك، غيري إدراكك، حياتك هتتغير للأفضل. وكما يقول الشاعر: فيك انطوى العالم. يعني كل التغيير اللي تدوري عليه موجود بداخلك. جربي التمرين ده وحسي بالفرق لحظة بلحظة. كل يوم هتحسي نفسك أهدى، أسعد، وأقدر في إنك تتعاملي مع أي شخص بسهولة، والطاقة الحلوة هتنتشر حواليكي وهتخلق عالمك الجميل اللي بتحلمي بيه. طيب السؤال: يا ترى انت ممكن تغيري صحباتك وصديقاتك بسهولة؟ الإجابة أيوة، تقدري تختاري مين اللي بتشجعك وبتقويكي ومين اللي بتحبطك وبتضعفك. ده سهل. لكن أهلك، هل تقدري تبعدي عنهم؟ طبعا لا. فازاي تتعاملي مع كلامهم وتفرقي بين النقد اللي يفيدك واللي بس يحبطك؟ ده سؤال مهم جدا، لأن كل شخص فينا ساعات بيلاقي كلام بيأثر فيه، خصوصا من أقرب الناس لينا. مثلا لما أمك تقولك أنت مش قادرة، ده طبيعي هيأثر فيكي. أيوة هيأثر، لأنك صدقتيها شوية. إحنا بطبيعتنا بنصدق الناس اللي بنحبهم ونحترمهم. لكن لو كنت واثقة في نفسك ومن قدراتك هتقدري تسمحي لها تقول أي حاجة ومش هيأثر فيكي، حتى لو قالت لك أنت سيئة وأنت عارفة من جواكي إنك كويسة. ساعتها الكلام مجرد صوت مش أكتر. دلوقتي لو أهلك أو أي حد من اللي حواليك انتقدوك كتير، اسألي نفسك: هل فعلا في حاجة محتاجة تتغير مني؟ هل في جانب لازم أطور فيه من نفسي؟ لو لقيتي فيه، اشتغلي على نفسك، طوري من قدراتك وطلعي نسخة أفضل من نفسك. أما لو ما لقيتيش أي حاجة حقيقية، خليهم يتكلموا. الكلام مجرد آراء، وآراء الناس مش دايما صح. وطالما إن الأمر متقبل منك ورد فعلك محسوب، يبقى ركزي على أهدافك وما تركزيش على الصراع معاهم. لما تركزي معاهم ببساطة انت حاطة نفسك في دوامة، والدوامة بتدور، مش هتوصل بحاجة وهتضيع طاقتك. أما لما تركزي على أهدافك بتحتفظي بطاقتك وبتقوي نفسك وبتتحكمي في حياتك. تخيلي كده، كل مرة حد يقولك حاجة سلبية، لو ركزتي على نفسك وأهدافك هتحسي بقوة، وهتعرفي ازاي تتعاملي مع أي حد بدون ما يأثر عليكي. ده سر النجاح الحقيقي، إنك تعرفي تسيطري على طاقتك
تعرفي تفرقي بين اللي بيشجعك ويقويكي وبين اللي بيحبطك ويضعفك، وتستفيدي من كل كلمة تتقالك بدون ما توقفك. اللي يفرقك عن غيرك إنك تعرفي تمسكي نفسك وتستخدمي كل النقد لمصلحتك وتطلعي منه القوة بدل ما يكون سبب لإحباطك. في الآخر صحباتك وصديقاتك ممكن تختاريهم، أهلك مش هتقدري تغيريهم، لكن تقدري تغيري نفسك ورد فعلك، وكل كلمة تتقالك فرصة يا تبني بيها نفسك يا تتجاهليها. ده اللي هيخليكي ثابتة مستقرة واثقة من نفسك مهما الدنيا حواليكي مليانة أصوات نقدية أو آراء مش دايما صحيحة. ده سر التحكم في حياتك وسر التركيز على طاقتك الحقيقية بدل ما تضيع في دوامة صراعات ملهاش نهاية. ما زلنا في طرق التعامل مع الأشخاص السلبيين في حياتنا، الناس اللي مضطرين نتعامل معاهم سواء في العمل أو العيلة. حاجة مهمة لازم تعرفيها، مش كل كلام الناس السلبية له قيمة، مش كل نقد له سبب، ومش كل تصرف سلبي يستاهل إنك تاخدي الموضوع بجدية. ده مش معناه تجاهل، لكن معناه وعي داخلي، تعرفي تحددي مين يستحق انتباهك ومين لأ. اتعلمي تتقبلي داخليا، ده سر كبير في التعامل مع أي حد سلبي. ما تحسيش بحقد أو استياء، ده بيهدر طاقتك. ما تحسيش بضعف أو هوان أو اكتئاب، اللي جواكي ثابت والقوة اللي جواكي موجودة. لكن في الخارج ليكي الحق تتعاملي بالطريقة اللي تحبيها، بالطريقة اللي تناسبك. لو حد ظلمك اشتكي وخدي حقك، مش لازم تكملي في صمت، لكن كوني واعية. حركتك لازم تكون محسوبة. مهما شكك الناس فيكي، مهما حاولوا يقللوا من قدراتك، لو انت متأكدة من نفسك ده مش هيأثر فيكي. لو انت واثقة انك ناجحة، كل كلامهم مجرد صوت في الهوا مش هيوقفك. واجهيهم بحب، ده مش تنازل عن حقك، ده حكمتك في الحياة. أي حد حر، ربنا خلقه حر، ليك الحق إنك تتقبلي رأيه أو ترفضيه. لو جيتي وقالوا لك كلام جارح زي مثلا أنت سلحفاة، أنت عارفة نفسك كويس، أنت إنسانة قوية وواثقة، خليهم يقولوا اللي عايزينه. مش هيوصلك لنتيجة سلبية ومش هيضرك شيء، بس هيكشف عن شخصية الشخص اللي قدامك. السر كله إنك تحتفظي بطاقتك وقوتك وما تسمحيش لأي حد يحطك في دايرة سلبية. طاقتك ثمينة، وقتك ثمين، ومش كل حد يستحق إنك تضيعي له من طاقتك أو تركيزك. تخيلي كده، كل مرة حد يجي ينقدك أو يقلل منك، انت واقفة بثقة، داخلك ثابت، ردك محسوب، طاقتك متوفرة لأهدافك ولحياتك وللي يهمك. ده اللي يخليكي متميزة وقوية مهما كانت الظروف أو الناس حواليكي سلبية. في الآخر أهم حاجة حافظي على داخلك هادي وقوي، تعاملي براحة وثقة، وخلي أي سلبي يمر مرور الكرام من غير ما يأثر عليكي. ده سر
التعامل مع أي شخص سلبي، وسر إنك تظلي متحكمة في حياتك وقوتك مهما الدنيا حواليك مليانة أصوات محبطة أو ناس سلبيين.